بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. مساء الخير على كل عشاق النباتات الداخلية، بين قوسين أحباب مشتل الصوب. هنتكلم النهارده على نبات داخلي مزهر في أغلب أوقات السنة. نبات ظاهرته شكلها غريب جدا، بس ألوانها متنوعة وعديدة جدا. أنا لو معايا إيد كمان كنت طلعت لكم كذا لون. ورقه في منتهى الجمال والروعة، زي ما انتم شايفين كده. ورقه رائع رائع رائع. النبات ده فيه تركه واحده بس بسيطه خالص هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله رب العالمين في الفيديو بتاعنا. هنتكلم على نبات السكلمان او بخور مريم. بس قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه ينزل حالا يشترك في القناه ويفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو لايك وشير علشان نباتاتنا ومعلوماتنا توصل لكل حته في العالم. معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه، خليكم معانا. نبات السكلمان او بخور مريم من النباتات الجميله جدا جدا جدا، وزهرته ما شاء الله متنوعه وعديده بشكل هايل قوي قوي قوي. الوان جميله جدا جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده، ورقه في منتهى الجمال والروعه. يعني حتى لو النبات مش مزهر فسبحان الله تبارك الخلاق، يعني حاجه. الورق بتاعه في منتهى الجمال والروعه. نبات السكلمان من النباتات الجميله والهاديه خالص. تبدا زهرته في فصل الشتاء، ويفضل معانا لحد زهرته دي تفضل معانا لحد يمكن نص الصيف. اول ما الحراره تبدا تشتد عليه الزهره ديت بيبطل تزهير. بس هو النبات المفروض ان هو دائم. النبات دوت تركه، فيه تركه واحده بس احنا المفروض ان احنا نبقى عارفينها. السكلمان او بخور مريم من النباتات اللحميه، الورقه بتاعتها لحميه، الورقه بتاعتها مليانه ميه. علشان كده في تركتين ممكن نعملها معاه. اولا هو النبات مش بيحب الميه تيجي على الورقه بتاعته. لما بيحصل دوت بيصاب بالتعفن. علشان كده يفضل قوي 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 ان احنا نسقي النبات من تحت. التركه الثانيه ان هو مش بيحب الرطوبه العاليه. يعني النبات دوت هتلاقيه جميل جدا 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 في درجه رطوبه يعني في حدود ال 65% بالكتير. زي ما انتم شايفين كده، نبات رائع قوي قوي قوي. نبات بيحب الاضاءه العاليه شويه. نبات هادي ونبات رائع، نبات الوانه تحفه زي ما انتم شايفين. الحمد لله بفضل ربنا علينا احنا جبنا كميه لا باس بها. جبنا كميه هايله جدا 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 من النبات دوت. الوان زي ما انتم شايفين كده روعه. احجام ما شاء الله، احجام زهر هايله قوي قوي قوي. انا بصراحه بعشق النبات دوت على المستوى الشخصي. نبات جميل هادي قوي. في بيتي الحمد لله رب العالمين موجود من السنه اللي فاتت. جبت منه واحده صغننه كده من السنه اللي فاتت. السنه دي بقت هايله قوي. بس انا اللي في البيت عندي لسه لحد دلوقتي ما ظهرتش. ان شاء الله تظهر معايا. موجود عندنا في مشل الصوبه. احجام زي ما انتم شايفين كده، زهره قمر قوي 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 قوي. بصراحه انا النبات انا بعشقه وبحبه، وانا مش عارف اتكلم عليه اكتر من كده. نبات يستحق فعلا يكون في بيتك. هسيبكم 5 مع جمال وروعة السكلمان وهرجع لكم تاني. اوعوا تمشوا عشان في كلام مهم لسه ما قلتوش.
رجعت لكم تاني بعد جولة جميلة جدا 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 من أجمل نبات ممكن يخش بيتك، هو نبات السكلمان أو نبات بخور مريم. وعرفنا إن هو فيه تركات خفيفة كده، إن هو نبات لحمي، ورقة بتاعته تخينة، مش بيحب المية تيجي عليه على الورقة بتاعته، ومش بيحب الرطوبة العالية. يعني هو تقريبا مناسب جدا 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 لبيوتنا. نبات جميل ونبات ظريف لطيف ومفيهوش أي مشكلة. نيجي بقى نقطة تانية، بفكركم ان احنا عاملين سلسلة اسمها لو كنت مبتدئ في رمضان كريم. وكل السلسلة دي ان شاء الله رب العالمين هناخد، بدأنا فيها واحدة واحدة كده وعملنا فيها حلقتين مهمة جدا جدا تتفرجوا عليها. هسيب لكم لينك الحلقات بتاعتها في الديسكريبشن تحت. وفيها مسابقة روعة جميلة جدا جدا جدا، فيها سؤال كل حلقة. لو جاوبنا على السؤال دوت في كل حلقة هنعمل سحب على الناس اللي اشتركت معانا بالذكاء الاصطناعي. وان شاء الله رب العالمين هتبقى جايزه قيمه جدا جدا جدا. لحد النهارده على فكره انا متعمد ان انا ما اعلنش عن الجايزه اللي هتكون شكل الجايزه ايه. بصراحه انا بفكر فيها لسه، وان شاء الله رب العالمين انا ناوي انها تبقى جايزه قيمه جدا 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 جدا. ما تنسوش تشتركوا معانا في المسابقه. بس قبل ما تشتركوا في المسابقه المهم جدا ان انتوا تتفرجوا على الفيديوهين دول والسلسله دي كلها ان شاء الله، لانها سلسله تعليميه. فعلا 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 انا شايف انها مهمه جدا وهادفه جدا جدا جدا. لغايه هنا اكون خلصت. ما اشتركش في القناه يا ريت ينورني ويشترك في القناه بتاعتنا ويفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وشير علشان نباتاتنا توصل لكل حته في العالم. كان معاكم وسام صقر من قناه مشتل الصوبه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.